الفرنسي كيليان يشعل مدريد ويتسبب في أزمة مبكرة في حفل تاريخي، كما فاجأ الجميع بتصريحات مثيرة للجدل خلال تقديمه، حيث قال شيئا لم يتوقعه أحد وأشعل الحماس وزاد من الترقب. كل هذه التفاصيل المثيرة سنكشفها لكم الآن. حسنا، في حدث وصفه نادي ريال مدريد بأنه مشابه أو حتى أكثر أهمية من حفل تقديم كريستيانو رونالدو قبل 15 عاما، لكن المفاجأة كانت عندما أطلق الفرنسي تصريحات مثيرة زينتها بعض الجمل باللغة الإسبانية بطلاقة، حيث قال: أفخر بأن أكون لاعبا في أفضل ناد بتاريخ كرة القدم، مكررا العبارة الشهيرة لكريستيانو رونالدو وحركة أونو دوس تريس هلا مدريد. الشاب قام أيضا بوعد غريب لجماهير الريال وقال: سأجلب المجد للبرنابيو. حتى زيدان لم يستطع إخفاء انبهاره بكلماته التاريخية. لم يتوقف عند هذا الحد، فقد عبر عن حبه للنادي بتقبيل شعار الفريق أكثر من 10 مرات خلال الحفل، مما أثار جنون الجماهير التي اندفعت نحو المتاجر لشراء قمصانه، وهو ما تسبب في أزمة نفاذ قمصانه بسرعة هائلة. سعر قميص اللاعب الأصلي يصل ل 170 يورو، في إشارة واضحة لحجم الهوس الجماهيري بالنجم الجديد. هذا التدافع جعل النادي يطمئن على راتب اللاعب، ولديهم خطط لتعويضه من خلال بيع القمصان، إضافة لعقود الرعاية الجديدة وتذاكر المباريات والصور. فهل سيتجاوز كريستيانو رونالدو في ريال مدريد